سلام الله عليكم الخوت. كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد الجابوني وهو لابس واحد البيجامه وضربته الفيقه، وحتى كيلقى راسو محبوس في واحد الغرفه واللي ما كاين لا طيران يطير فيها ولا وحشان يسير، وبدا كيفكر كيفاش وصل لهنا وكيفاش تطاح في هذا المشطبه. من تما هو يمشي للحيط وبدا كيتملس فيه شويه حتى كتبان ليه واحد البوطونه، بقى كيشوف فيها وتعجب في الشكل ديالها وجا الفضول مشى ورك عليها، وتما هو يخرجوا ليه بزاف ديال البراش من الحيط وهو بقى مصدوم وواقف في بلاصتو وهز صبعو بحال قاصد واحد فيهم، وهما يتخلعوا دوك البجاغط وغبروا، وهو بدا كيغوت وما بغاوش يمشيو يخلوه بوحدو، والبراش فاش غبروا خلاو بزاف ديال البوطونات باينين. وهاد المرحله كتسمى مرحله التعلم. وملي جا الفضول عاوتاني مشى قاصد واحد البوطونه وقاسها، تما هي تلاح ليه واحد الشيته ديال السنان وقال مع راسو هذا بلان زوين، وهو يورك على واحد البوطونه اخرى ويتلوح ليه واحد البوق ديال البوليس، وهنا كنعرفوا باللي كل بوطونه كتلوح شي لعيبه في شكل، وهو هز داك البوق وبدا كيغوت وكيقول عوك عوك عباد الله الا ما خرجوني من هنا. من بعد تاني مشى قصد واحد البوطونه اخرى هو يورك عليهم يلوحوا ليه واحد الشجره على قدها، وشافهم مشى قرب ليهم بقى كيتماندر فيها، وخونا سخن ليه الدم في العروق وطلعت ليه القرد الراس، وبداك الفضول اللي كاين فيه مشى ثاني قص واحد البوطونه اخرى وما يلوحوا ليه واحد القله، ومشى كيبدا يطلع عليها باش يلقى على الله شي حاجه تعاونو باش يخرج، ولكن ما لقى حتى شي حاجه غير الدص، ومشى ورك ثاني على واحد البوطونه اخرى وما يلوحوا ليه العواد ديال السوشي، وخونا هبل وبقى غير كيورك على ديك البوطونه وهما غير كيلوحوا ليه في العواد ديال السوشي، وحتى داروا منه واحد العرام، وتما هو يسهو يورك على واحد البوطونه اللي جنبها ويتخرج واحد الكروسه من الجنب ويتنزل عليه الرجل، وخونا حقد وهز البوق وقال العار وجا العذاب الا ما خرجوني من هنا وغادي نكبتها معاكم، والبيت عمرو بالالاعيب والاتاويج، وهو شاد ستون واحد الوقت حتى كيشير بواحد النفخه ويضرب واحد البوطونه واللي كيتلاح من السوشي، وهاد القضيه جات في وقتها حقاش خونا كان محاك ديال بصح، وهز داك التبصيل وقال لي راني بغيت الصوص باش ندوز به السوشي، ولكن كيف العاده حتى شي واحد ما تسوق ليه، تما هو يورك على البوطونه ثاني وبقى كيلوحوا ليه في السوشي، ولكن هو كان عينه في لاصوص باش يدوز بها، وهو حد ما كيورك وهما غير كيلوحوا ليه في السوشي حرفي ولا صوص والو ما جاتوش، وشاف حتى عيا على اليمين على اليسار وهو يضرب هذاك الشيء حرفي، وبدا كيضرب في الروز وعجبو ديال بصح، وتكى على جنبه وعمر هاد القنات كاملين ديالو، وتحلف عليه خونا كان كيهز في الملحه، وقاس هذيك البوطونه ثاني وما يلوحوا ليه لاصوص، ولكن هادشي حتى الاخر حتى شبع وهو يطيح متكي وبغى يموت بالفقصه. من ورا هادشي كيدبر على واحد الكتوبه ديال الانيم وكيبغي يقرا فيهم باش يتلف بهم الوقت، وقرا الجزء الخامس من هذيك القصه وكان خاصو الجزء السادس، وعاود ورك على البوطونه وما يلوحوا ليه الجزء السابع، وعاود ورك ثاني وما يلوحوا ليه الثامن والتاسع، وكل شيء غادي معاه غير بالعكس مسخوط الوالدين. وهاد المره ملي كيورك على واحد البوطونه اخرى حتى كيتفتح ليه واحد الباب موراه، وخونا فرح حتى بانو سنانو، ولكن المشكله مسخوط ما بقاش عاقل على البوطونه اللي يورك عليها، شويه هو يقول غنقدر وغادي نيسر على الله، هو يورك على واحد البوطونه ويخرج ليه واحد العزي واللي كيكون داير 180، وخونا تعصب هو يسخط وقال على الله غنقيس بوطونه اخرى، هو يتلاح ليه الماء ودوش ليه كامل وصبر مع راسو وقال الثالثه ثابته، هو يقيس البوطونه وهو يتفتح ليه الباب ومشى كيجري قاصدو، ولكن الباب كيتسد عليه على غفله، ورجع ثاني هو يضرب البوطونه وضرب بواحد الجريه، ولكن حتى كيقرب وكيتسد عاوتاني، وهاد المره هو يخدم رجليه وورك على البوطونه وضرب واحد الجريه، ولكن غير كتقعد البوطونه كيتسد الباب ثاني، وبدا كيدور في راسو كيميز على شي حاجه باش تعاونو، وما كتبان ليه غير الشاشه ديال الدبان، وضرب البوطونه ويضرب بواحد الجريه، ولكن الباب غير كيقرب كيتسد ليه ثاني، ومشى دبر في واحد القنب وربط بها البوطونه وضربها بالجريه، ولكن كيف العاده غير كيقرب ثاني الباب كيتسد عليه، وبدا كيقرب وكيشوف في ديك البوطونه كيفاش البلان ديالها، وبان ليه باللي غير كيورك الباب كيتفتح وغير كتقعد ثاني ديك البوطونه الباب كيتسد، شويه هو طيح ليه ديك الفكره باش يدبر على القله، وقال غادي نجيبها باش نحطها على البوطونه، وداك الشيء النيت اللي دار وجابها وورك على البوطونه وتحل الباب، وديك البوطونه ثاني غير كتطلع وكتهز القله والباب كيتسد. من بعد هذا الشيء طاحت عليه الفكره باش يتقل القله باش تبقى مركه على البوطونه والباب يبقى مفتوح، وطاحت ليه الفكره ثاني باش يعمر القله بالماء، وورك على البوطونه بدا كيهبط الماء وكيحاول باش يعمرها، وعيا ما يدير في البلانات ولكن حتى حاجه ما صدقت ليه، وهز ديك القله ويخوي داك الماء اللي فيها وسط الشجره، وبانت ليه غير واحد الجغمه من الصباح وهو مضارب عليها، وهنا جاتو الفكره باش يعمر القله بالسوشي اللي كان كياكل فيه من قبل، وملي عمر القله وبغى يهزها بقى كيتعصر وما قدرش، وشاف حتى هي وهو يقول غادي نقصها ودخل يدو، ولكن كانت الدعوه مزيره، وجاب العواد ديال السوشي وقال غادي نبقى نخرج بالحبه بالحبه، وعلى هذا الحساب خاصو شهر، وتخيل الشجره الوات وهو مازال غير كيخرج العفريت في السوشي. من بعد ما نقص هذاك السوشي اللي قدر عليه هز هذيك القله وبدا يتعصر معاها، ولكن بوراس ملي وصل ثاني تما نسات عليه البوطونه ديال الباب، هو يورك على واحد البوطونه اخرى، هو يخرج ليه داك العزي الافريقي وضرب ليه هذيك القله برجلو وبقى واقف وكيتخزز عليه، من بعد هو يدور 100 ويغبر، ومن وراها تهرسات ليه القله وهو يسخط ديال بصح،
وصدق هذاك الشهر ديال التماره اللي ضرب كامل مشى ليه في الزيرو، وقال ما طالعش راه نضربه بواحد النعسه، وفاق هو طالع عليه الدم من هذيك الحصله اللي طاح فيها، ويدور راسو ويقول راه نشوف دوك البطونات اللي كاينين الفوق لعل وعسى تكون فيهم شي بلان يقدر يعاونني. هو ينقز ويقيس واحد البطونه الفوق ويهبط ليه واحد الحبل في النص ديال الغرفه، من تما هو يخدم دماغه وقال علاش ما نتعلقش فيه ونورك على البطونه، ومن تما نقدر نوصل للباب. وداك الشيء النيت اللي دار ورك على البطونه وتعلق في الحبل ويتحل الباب وقدر يوصل في الوقت، ولكن تما لقى خاص واحد الساروت لهذاك الباب وبدا كيغوت هو حاقد هو يضرب الحيط بالصدفه، وقدر يخرج ليه هذاك الساروت اللي خاصو. وملي رجع ما بقاش عاقل على البطونه راس البلوطه، ولكن كارثه زرقاء طاح في هذا المسخوط. هو يجرب حظه ويورك على واحد البطونه وخرج ليه واحد الكلب كينبح عليه وقفزو مسخوط الوالدين بالخلعه. هو يورك على واحد البطونه اخرى على الله ثاني ويخرج ليه عاوتاني هذاك الكلب. هو يقرد على رجليه هو قال غادي نضرب هذه البطونه، وصدق خرج ليه غير داك الساروت اللي كان كيقلب عليه، وبقى راجع باللور ومنيش على ديك البطونه باش ما توضرش ليه، وبغى يدير شي لعيبه باش يعلمها، وخدا واحد الطرف ديال السوشي ورجع وحطو على ديك البطونه. ومن تما طاح ليه واحد البلان وقال علاش ما نشدش في الحبل ونمشي نورك على ديك البطونه باش ناخذ الساروت، ولكن البلان ما صدقش ليه حقاش كانت البطونه بعيده عليه بزاف، وتكى على جنبه وهي تبان ليه واحد الفانتوزه. تما طاحت عليه فكره اخرى وتعلق في القنب وهز الفانتوزه، من وراها مشى ورك على ديك البطونه خرج ليه الساروت وقدر يمشي ورك على البطونه ديال الباب برجلو، وصدق ليه البلان اللي دار وقدر يوصل في الوقت، ولكن بقى مضارب مع الباب ومبغاش يتحل ليه. تما هو يضرب على واحد القفل كاين في الفوق ديال الباب، والباب حتى كان غادي يتسد هو يخرج بالزربه وكان ما باغيش يحصل، ولكن هذاك الباب فرق عليه ظهره وطلعت ليه الشراره ويهز ديك الفونتوزه شير بها وما تجي غير في واحد البطونه، وخرج ليه العزي مره اخرى ودار 100 ورجع في حاله ثاني. وخونا ضرب على 3 الارقام اللي كاينين في جبهته وعرف باللي هما اللي خاصينه لهذاك القفل، ودار الخطه ديالو ثاني فيما كان كيدخل كيكتب رقم وكيخرج بالزربه، وحتى الاخر هو يتحل ليه القفل وقدر يحل هذاك الباب، ولكن تسد عليه داك الاخر ثاني وكانت الدعوه مزيره لداخل وصدقت غير واحد البنيقه وتحبس فيها. وخونا كرهه بدا كيبكي وبدا كيتفكر في النعمه اللي كان عايش فيها، واخا كان محبوس كان خالق السعاده، وقال لك اللي مقنع بخبز يقنع بنصها. وهنا كيبان لينا واحد البلان انك ما عمرك كتحس بقيمه الحاجه حتى كتفقدها، وهذا ميساج اوبو شويه حتى كيجرب واحد الشرجم حداه وكيشوف باللي كاينه واحد الطريق، هو يحرك رجلين وهو يدور 100 وحتى دخل لواحد الباب ودخلوا لواحد الغرفه اللي مبدل فيها كل شيء حتى من حوايجه تبدلوا، وبانوا ليه بزاف ديال البطونات وهما كبار ومبدلين على ديال الغرفه اللي كان فيها من قبل. وكانت هذه المرحله كتسمى مرحله الممارسه، وكيتبدل بين المشهد في واحد الحلبه ديال المصارعه مع واحد خونا وكيكونوا مطاولين واحد الجوج، وكنشوفوا الجابوني هو غادي يورك على واحد البطونه وهما القيناع شادينو دوك الزوج، وواحد فيهم حتى كان باغي يضربو بالكرسي، والجابوني هو يورك على البطونه وخونا مول القيناع هو يطول ليه راسو وضرب الاول وضرب الثاني وقدر يربح هذاك الماتش. وخونا الجابوني بقى غير كيضرب في ديك البطونه ومول القيناع كينفذ وكيلعب براسو وبدا كيفرقع فيهم، واحتمل الحكم ضربو وولدو حتى هو ما زقلوش. والجابوني جا وسط ديال الغرفه هو يضرب على واحد الضو كاين في السونتر ديالها من الفوق، وقال ارا نتعلق باش نوصل هذاك الضو، وهو غادي طالع وكيورك على دوك البطونات، وفيما كيقيس شي بطونه كيدير شي كارثه في العالم الحقيقي. شويه هو يبدا يعوم في السماء وما بقاش محتاج باش يتعلق على دوك البطونات، وخونا تبدل وطول ليه شعره وحتى من اللحيه رباها وحتى من اللون ديال البيجامه ديالو بهاز، وقدر يوصل لهذاك الضو ومشى حتى لافان ديالو ودخل لواحد الغرفه وهو يحط رجليه، وحتى كتبان ليه واحد البطونه كبيره وقصدها وكان باغي يمشي يورك عليها. ولهنا كيسالي الفيلم ديالنا، وحتى نتلاقاو في شي فيلم جديد ولا قصه جديده، وما تنسوناش الخوت بالدعم باللايك والاشتراك وتهلاو.